النهارده عايز اتكلم على نقطة مهمة جدا. النقطة دي عايز اقول فيها وداعا للجراحات التقليدية. النهارده احنا في 2024، مش معقول واحنا في التاريخ ده والعالم كله متقدم نيجي نتكلم النهارده علشان نعمل جراحات بشكل تقليدي. ما ينفعش النهارده اجي اعمل مرارة ولا زايدة ولا استئصال الزايدة ولا اعمل دوالي ولا اعمل فت إربي ولا اعمل الكلام ده كله بالجراحات التقليدية. النهارده بقى في حاجة اسمها المناظير المتقدمة. كل العمليات دي دلوقتي نقدر نعملها بالمنظار. نقدر نعمل المرارة طبعا والزايدة وفك الإربي والفك السري وفك الحجاب الحاجز والتثبيت المستقيم. حتى الطحال دلوقتي بقينا بنشيله بالمنظار. أكبر عملية كنا بنعملها في الجراحة اللي هي استئصال البنكرياس حاليا بنعملها بالمنظار. فمش معقول النهارده نيجي نتكلم في جراحات تقليدية أبدا. المناظير دي حاجة كويسة جدا والعالم كله سبقنا فيها، وحاليا موجودة في مصر. يعني احنا دلوقتي بنشتغل الكلام ده كله في مصر بشكل كويس جدا وبشكل مهاري جدا. المناظير دي يا جماعة لها مميزات كبيرة قوي. المناظير دي جروح صغيرة جدا تكاد تكون لا ترى وتتخيل التجميل والعين ما بيحسش بيها. الألم بتاع المنظار ألم بسيط قوي. العين بيخرج من العملية بألم بسيط جدا. المناظير العيان بيرجع شغله بسرعة، فترة النقاهة قصيرة جدا، فبالتالي بيرجع شغله بسرعة. فلا، هي المناظير لازم تكون تاخد حقها. احنا دلوقتي هنا بنشتغل المناظير دي بشكل كويس جدا، وكل عملية في البطن حاليا نقدر نعملها بالمنظار، لان احنا دلوقتي في مصر وصلنا للمرحلة دي وللتقنية العالية دي كلها. فادعو جميع الناس ان احنا دلوقتي بنشتغل حاجات بالمناظير، فما فيش داعي جدا للجراحات التقليدية خالص في الفترة دي.